في بنات أول ما بتدخل أي مكان الناس بتحس براحة من ناحيتها، وفي بنات تانية أول ما تتحرك بس كل العيون تتلفت عليها. بس ده مش انبهار، يعني عارفين الفرق ما بينهم ايه؟ مش اللبس بقى ولا ميك اب ولا جمال ولا أي حاجة خالص. الفرق الحقيقي في النظافة الشخصية واهتمامها بتفاصيل ريحتها. النقطة دي مهمة جدا، ركزوا معايا فيها. النهاردة هقولك على أسرار لو عرفتيها هتبقي دايما فريش وريحتك حلوة وثقتك في نفسك على طول موجودة. جاهزة؟ يلا بينا نبدأ الحلقة. في ناس اعرفها بتهتم بشكلها الخارجي بس، ومعظم البنات بتعمل كده على فكرة. بتهتم بقى ان هي مثلا ايه، هتخرج الصبح فمش مهم بتبقى متأخرة من على الشغل في شغلها. فانا مش مهم البرفيومز هيحل الازمة. لا طبعا، انا لازم يكون ليا روتين يومي بنظافتي انا الشخصية في البيت عامة. النظافة الشخصية مش هي البرفيومز، ولا ان انا مثلا البس كويس، ولا ان انا احط اغلى انواع البرفيوم اللي في الحياة. والله العظيم لو هو بآلافات الجنيهات مش هيعمل اي حاجة مقابل ان انا ما عنديش روتين لازم ابقى ماشيه عليه. مش على فكره الكلام مش للبنات بس، هو للبنات وللرجاله كمان. لازم ده يحصل. احنا في الصيف جسمنا دايما بيحتاج اهميه شويه زياده كتير قوي عن الشتاء. خلينا بس متفقين ان احنا شكلنا الخارجي مش هيغطي على ان احنا ما بنهتمش بنفسنا داخليا. انت ممكن تبقي بنت جميله قوي، لبسك شيك جدا، شكلك حلو جدا، بس ريحتك مش قد كده. طبعا ده بيحسسك باحراج كبير. وفي بنات تانية اعرفها هي اساسا ما بتحطش في دماغها الموضوع ده، وبتبقى عامله بقى نفسها ان هي مش واخده بالها، بس كل اللي حواليها واخدين بالها، واصلا محدش طايقها في المكان بسبب ريحتها. طب انا لو انا مش لازم البس اغلى البراندات على فكره عشان ابان نضيفه. لا، انت ممكن تبقي لابسه اشيك حاجه في الدنيا بس ريحتك مش قد كده. ممكن تبقي لابسه حاجات بسيطه قوي بس انت مجرد ما بتعملي روتينك اليومي ليكي في الصيف، فانت ريحتك حلوه ومقبوله ومقبول التعامل معاكي. في واحده تانية تحس ان الناس اساسا يعني ايه، مستبعداها عن حياتها تماما بسبب الريحه. والله العظيم بتخليكي تقطعي علاقتك بناس وتخلي شكلك وحش قوي، خصوصا بقى ايه، ان احنا بنركب مواصلات. وفي بقى ناس بتركب المترو، وفي بنات بتركب الميكروباص الصبح، وفي بقى الباصات بتاعت الجامعة، وفي الكلام ده كله. فانا مش حلو خالص ان انا ابقى خارجة الصبح من بيتي الساعة 8 مغرقة نفسي برفيومز. واساسا يعني انا عايزه اقول لكم على حاجة، والله ما بتغطي. عارفين هي بتعمل ايه؟ هي بتتفاعل مع ريحة العرق فبتطلع ريحة ابشع من ريحة العرق. فده اللي بينتج عنه ان انت بنت مش نظيفة. فليه نخلي الناس تقول كده؟ طب ما نهتم بنفسنا، نهتم بنفسنا احسن، ونعمل نفسنا روتين كده حلو. وفي الصيف بجد هيخلينا حتى احنا قابلين نفسنا ان احنا كخروج. نفسيتنا احسن، شكلنا انضف. والله العظيم لو لابسه ابسط حاجه وريحتك حلوه هتحسي ان انتي اشيك بنت في الدنيا. طيب، ايه هي بقى الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها؟ تعالى هقولك كده. كذا كام نقطه لو مشيتي عليها يوميا هتخلي ريحتك عامله كده زي التشيز كيك. يبقى احنا اول حاجه هنعملها ايه؟ الاستحمام اليومي اللي هو الشاور، اللي اي حد لازم يكون بيعمله اصلا في الصيف. احنا في الشتاء ممكن ان احنا نتكاسل، جو برد مش عارفه ايه. جسمنا يعني ما بيعرقش قوي زي في الصيف. لكن الصيف احنا لازم مرتين يوميا ناخد شاور، لازم الصبح وبعد ما نرجع من بره. طيب دي اول حاجه. ونستخدم كده حاجه بعد الشاور على طول، ريكسونا. طبعا احنا كلنا عارفينها الريكسونا، هحط لكم صورتها دلوقتي. والله العظيم مش مكمله، يعني ممكن مثلا نجيبها من الصيدليه هتلاقيها مثلا ب50 جنيه ولا حاجه. يعني قمه في النظافه. لو حطيتيها بعد الشاور اصلا وما استخدمتيش اي برفيومز، صدقيني هي هتغنيكي عن اي حاجه، وهتفضل دايما معاكي 24 ساعه اصلا. فانتي مش هتحسي لا بريحه عرق ولا هتحسي باي حاجه خالص. الحاجة برضو المهمة اللي لازم اتكلم فيها ولازم نبقى واخدين بالنا منها قوي هي اللبس وطريقة اللبس والطريقة اللي احنا بنغسل بيها لبسنا. في مننا قوي بيكون مش واخد باله في النقطة دي، هوضحها لكم. وهي ان انا لما اغسل حاجة في الغسالة انا مستناش عليها 10 دقايق واطلعها وبعد كده انشرها. او في ناس بقى بتسيبها على فكرة، بتغسل من بالليل وتقوم الصبح تنشر وكده. لا، ده بيسبب ريحة وحشة قوي في اللبس. احنا لما نغسل لازم ننشر على طول، ولازم الشمس تكون شايفة اللبس اللي احنا ناشرينه ده. على فكرة انت لو سبتي اللبس من بالليل وقمتي نشرتيه الصبح بيعمل ريحة وحشة. الريحة دي ما بتبانش في ساعتها نهائي، الريحة دي بتبان ساعة اما تيجي تلبسيها وتعرقي
فانت ممكن على فكره ميكونش في ريحه عرق، بس انت بمجرد ما بتعرقي في لبسك ده بتطلع ريحه وحشه، وهي مش منك، هي انت سبتيها في الغساله وهي عملت زي ريحه عفن كده، بس هي للاسف ما بتظهرش غير لما بنلبس الهدوم. فلازم ان احنا لما عشان نحافظ على ريحه برضو هدومنا تبقى كويسه، عشان ده برضو من العوامل النظيفه اللي بتخلي دايما اللي تخلينا نحافظ على ريحه جسمنا اطول فتره ممكنه، وهي ان احنا نحافظ دايما ونحرص دايما ان احنا اول ما الغساله تخلص هدومنا تتنشر في ساعتها، ما نسيبهاش لا بقى ال10 دقايق ولا ساعه، ولا ان انا انام والغساله بتغسل واصحى الصبح انشر، لا، مفيش الكلام ده. الحاجه اللي انا برضو لازم ابقى واخده بالي منها ان انا لبسي اللي تحت يكون قطن، ما البسش اي حاجه وخلاص، واللبس يتغير مرتين في اليوم، المره اللي انا هصحى فيها الصبح البس لبس جديد، ولما ارجع برضو اغير اللبس ده والبس لبس جديد تاني. في المواضيع دي كلها هي العنايه بالمناطق الحساسه، لازم ال الأجزاء دي من جسم البنت لازم نكون في ليها روتين. طيب احنا هنعمل ايه؟ في استخدام غسول يومي مخصص بيبقى مرة واحدة بس في اليوم، لازم يكون من روتيني اليومي، هحطلكوا صورته دلوقتي حلوة قوي. وعايزة اقولكوا نصيحة، الحاجات دي يا جماعة احنا بنشتريهاش من اي محل، لا، الحاجات دي بيبقى ليها في الصيدلية، لازم نجيبها من الصيدلية، ضروري نجيبها من الصيدلية ومن مكان موثوق فيه، ما ينفعش اكون مثلا بجيب ميك اب فاروح جايبه غسول مع الميك اب، لا، مفيش الكلام ده. اي غسول خاص بقى بجسمك، خاص بوشك، خاص باي حاجه، لازم تجيبيها من مكان موثوق فيه. واللي انا عايزه اتكلم فيه كمان ان الريحه الحلوه مش بس برفيوم، الريحه الحلوه من جوه جسمك برضو، زي ان انا مثلا اشرب ميه كتير جدا، على الاقل 2 لتر يوميا، ناكل خضار، ناكل بطيخ، ناكل خيار كتير قوي، ناكل نعناع او نشرب نعناع، زي مثلا ممكن نشرب شاي بالتوت، كل ده بيحسن من ريحه العرق. عايزه اقول لكم كمان ان الاكل والتوابل اللي بتبقى في الاكل ليها تاثير مؤثر قوي 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 كبير جدا على جسمنا، زي مثلا يعني الناس اللي بتاكل اندومي، البهارات اللي بتبقى في كيس الاندومي بتعمل ليها عوامل وحشة قوي على جسم الانسان، زي ان هي بتعمل بتحول ريحه العرق. لو انت مثلا عمرك ما كان ليكي ريحه عرق وبداتي تاكلي اندومي بعد فتره حسيتي ان ريحه عرقك بدات تظهر، هو من التوابل اللي بتبقى في الاندومي ده. مش بس الاندومي، اي اكل احنا بنزود فيه التوابل لازم هي بيبقى ليها تاثير داخلي او عوامل داخليه بتاثر على ريحه الجسم، وعلى ريحة بطن، على ريحة بقِك بقى، على كل الكلام ده. فلازم نبقى واخدين بالنا وعندنا حرص شديد أوي في الحاجة اللي بناكلها. اشربي شاي بالتوت بيخلّي ريحة الجسم حلوة جدًا، 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 وبيخلّي كمان ريحة بُقِّك حلوة. زي ما بنهتم بجسمنا من برّه، لازم كمان نهتم بجسمنا من جوّه. اشربي مَيّة كتير، كُلي خضار كتير أوي، كُلي بطيخ، كُلي خيار، ده برضه بيحسّن من كل من العوامل الداخلية للجسم اللي بتخلّينا نحافظ على ريحتنا أكتر وقت ممكن. طيب زي ما بنهتم من جوّه كمان لازم نهتم من برّه، ممكن نستخدم body mist بعد الاستحمام على طول، لمّا تكون كده جسمِك مبلول أو بشرتِك مبلولة استخدمي body mist، استخدمي عطر خفيف على النبض، الرقبة، ورا الودن، ورا الرقبة، أنا باحب أرُش الbody mist على اللبس من جوّه وعلى مخدتي يعني كمان، عشان لمّا أنام أحس بريحة حلوة حواليّا. كل الحاجات دي لازم إن إحنا نعملها يا جماعة. شنطتِك لازم يكون فيها دايمًا مناديل مبللة ومعقمة، رول مزيل عرق صغير، عطر صغير أو body splash، مشط، لبان نكهة، فرشة أسنان صغيرة أو مضمضة. في مضمضة كده بتتباع في الصيدلية برضه ممكن نجيبها نستخدمها يوميًا الصبح، زي مش لازم بقى تبقي غنية بس لازم تكوني نضيفة دايمًا يعني، ده اللي أنا عايزة أقوله. الروتين آخر اليوم كده ممكن نعمل restart مع نفسنا كده، إن إحنا بناخد دُش خفيف قبل النوم، ترطيب جسمِك بزيت خفيف زي زيت اللوز أو زيت أطفال مع نقطة مسك اللي هو الجونسون ده مع نقطة مسك هيخلّي ريحة جسمِك تحفة، اعملي البسي دايمًا لبس بيتي واسع ومريح، كمان بخّري وعطّري أوضتِك علشان لمّا تصحي اليوم اللي بعده بنفسية مرتاحة. ف عايزة أقول لِك في آخر الحلقة
نضافتِك مش رفاهية، نضافتِك دي احترام لنفسِك، حُبِّك لجسمِك واهتمامِك بأنوثتِك. لو اليوم كان صعب، لو تعبتِ، لو خرجتِ ورجعتِ مهدودة، استحمي، نضّفي جسمِك، عطّري روحِك، وبُصّي في المراية وقولي أنا باستاهل أكون مرتاحة، أستاهل أكون نضيفة، أستاهل أكون فريش وجميلة. وصدقيني لمّا تحبي نفسِك وتدلّعيها، كل حاجة حواليكِ هتتغيّر. لو الحلقة فرقت معاكِ ما تنسيش تعملي لايك وتشاركيها مع أي بنت بتحبيها، وخلّي ريحتِك دايمًا تحكي عنِّك قبل ما تتكلمي. أنا باحبكم أوي واستنوني في حلقة جديدة لنفسِك أولًا، وهاستناكم في الكومنتات تكتبوا لي أنتم بتهتموا بنفسكم إزاي، وإيه المنتجات اللي أنتم بتجيبوها وفرقت معاكم جدًا في نضافتكم الشخصية، يمكن أكون أنا كمان محتاجاها. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، يالّا باي باي.